السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. كما راكم تشوفوا اليوم جيتكم بهذه الوصفه تاع الكيك بطريقه سهله اقتصاديه ناجحه، تقدروا تعتمدوها كمشروع مربح تخدموا بها المشاريع نتاعكم، خاصه انه راهو توندونس ويستخدموه بزاف في الاعراس. يعني كما راكم تشوفوا هذوك لي ميني كيك يقدموهم بزاف في الاعراس، واليوم راح نستخدموا هاد المقتصد تاع البيض اللي راح يخلي الوصفه تاعنا اقتصاديه بزاف. كما راكم تشوفوا يجي هكذا منتوج جديد في الاسواق، كاين بزاف اللي ما يعرفوهش. باكي واحد منه يعادل 2 حبات تاع البيض. اذا احنا راح نستخدموا 2 حبات تاع البيض وباكي من المقتصد ما يعادل 4 حبات بالاجمال. كما راكم تشوفوا 2 حبات زائد ساشي من هذا المقتصد يعادل 4 حبات تاع البيض. اما من الجهه الخلفيه راح تلقاو طريقه التحضير. دونك باكي واحد نزيدوا له 100 ملل من الماء، قيس 4 كاس. اذا ننتقلوا لطريقه التحضير. اذا في الاول راح نجيب هاد الساشي تاع مقتصد البيض، راح نديرو في لو ريسيبيون تاعي. فوالا بهذه الطريقه، يعني احنا راح نتبعوا الخطوات الموجوده في الغلاف. راح نزيد عليه 4 كاس تاع الماء. فوالا 4 كاس تاع الماء في ساشي تاع المقتصد، وراح نطلعوا بالباتور لمده 5 دقائق. شوفوا في الاول كيفاش يكون، من بعد راح يبدا يطلع ويشد، يتماسك القوام نتاعو. راح نبقى نطلع فيه حتى يتغير لي القوام نتاعو ويولي لي بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. هنا خلاص راح نحبس الخلط. واش راح نزيد؟ راح نزيد عليه 2 حبات تاع البيض. انا لهنا ما حبيتش نستخدم غير المقتصد تاع البيض، اما بالنسبه لي ماشي عندهم البيض في المنزل تقدروا تستخدموا ديريكتومون 2 ساشيات تاع مقتصد البيض. بصح انا حبيتو هكذا، حبيت نزيد عليه 2 حبات تاع البيض. راح نخلطهم بالباتور وراح نزيد عليهم كأس من السكر، كأس ممسوح من السكر. كما راكم تشوفوا راح نزيدو غير بشويه حتى نكمل كامل هذيك الكميه، ونخلط فيه حتى نشوف الخليط نتاعي ابيض لي. فوالا راح نحبس وراح نزيد عليه كأس مملوء من الزيت النباتي، نفس الكأس اللي قسنا به السكر وقسنا به الماء راح نقيسو به الزيت وباقي المكونات. فوالا زدت هذاك الزيت على دفعتين وكملت خلط حتى يتجانس لي كامل هذاك الخليط. هنا راح نعاود نحبس الخلط وراح نزيد عليه لهنا كأس من اللبن، كاس تاع اللبن. اللي ماشي متوفر عندها اللبن تقدر دير كأس من الحليب، تزيد عليه ملعقة تاع الخل وتخليه على جهة حوالي 5 دقائق حتى يروب. ولا تديروا 2 بوايط تاع الياغورت، 2 بوايط تاع الياغورت من المستحسن يكون ذوق فاني ولا ذوق سيترون، يعني الذوق اللي راكم تحبوه. ما ديروش فقط الذوق تاع يعني كاين بعض الاذواق ما يجيش بنين كي ديروها. فوالا لهذا ديروا فاني ولا ديروا سيترون. بعد ما خلطت هذاك اللبن مع هذاك الخليط راح نزيد عليهم 2 كيسان ونص من الفارينة. كما راكم تشوفوا زدت الكأس الاول غربلته، هذا الكأس الثاني راح نزيد نغربله، وراح نزيد عليهم 2 ساشيات تاع الخميره الكيميائيه، 2 باكيات خميره. راح نغربل هاد الخميره ايضا، خاطر الخميره ديفوا يكون فيها هذوك الحبيبات والتكتلات راح تفسد لنا الخليط نتاعنا، يعني راح تجي تبان في الخليط وهذاك ما تجيش شابه. فوالا غربلتها وزدت عليهم النص كأس تاع الفارينة، ما يعادل بالاجمال 2 كيسان ونص فارينة. وراح نولي نخلطوه غير بالفوي كما راكم تشوفوا، يعني خلاص ما راحش نستخدم الباتور، راح نخلطوه غير هكذا بالفوي، خلطو بيدي هكذا حتى تجانس لي كامل هذاك الخليط. راح نزيد عليه لهنا شويه تاع الفانيليا السائله، هذه انا هنا عندي باتارون فاني، نتوما تقدروا تستخدموا الفانيليا السائله، واذا عندكم لا فاني اون بودر زيدوها مع الفارينه.
فوالا نخلطها، راح يجي القوام تاع الخليط نتاعكم بهذا الشكل. باش تعرفي باللي الخليط تاع الكيك تاعك راهو ناجح، راح تسيي ديري رقم 8 وما راحش يختفي هذاك الرقم، يعني هذاك الرقم راح يبقى. فوالا هنا راح نهبط الاطراف ونخلي الخليط نتاعي على جهه. بالنسبه لليمون اللي استخدمتهم، انا استخدمت هاد الليمون تاع الكرتون، يتباعوا عند لي بيع مستلزمات الحلويات، يجوا بهذا الشكل. كاين الكبير، كاين المويا يعني المتوسط، وكاين الحجم الصغير جدا. هذا اللي راني رفدته مويا يجي فيه 6، راح يجي فيه 6. هاد المويا انا راح ندير واحد فقط، كنت ديجا استخدمته معاكم. دونك بقاو لي 3، وكاين هذاك الكبير وكاين هادو الصغار. الباكي يجي فيه 10 كما راكم تشوفوا، هذا الصغير بزاف. وبالنسبه هو غير لاصق، يعني قوالب غير لاصقه، ما تخافيش كاع انها تلصق، ما راحش تلصق لك ابدا. لهذا ما راحش ندهنوها ني بالفارينه، ما راحش يعني عفوا نرشوها بالفارينه، وما راحش نديروا لها الزيت، وما راحش نديروا لها المارغرين. الخليط نتاعي راح نوزعو ديريكتومون في هادو القوالب خاطرش ما يلصقوش. كما راكم تشوفوا الحجم المعين والحجم الكبير الفرق بيناتهم. انا راح نستخدم واحد كبير وراح نستخدم واحد معين، والخليط اللي تبقى لي راح ندير هذوك الصغار. راح نبدا نفرغ الخليط نتاعي في هاد ليمول. شوفوا المول تاعنا ما راحش نعمروه بزاف، راح نعمروه حتى للمنتصف ولا الثلث كما تحبوا. اذا حبيتوه يجي عالي بزاف عمروه حتى الثلث تاع القالب، اما اذا حبيتوه يجيكم سوا يجيكم نورمال عمروه حتى للمنتصف فقط. اما بالنسبه للخليط اللي تبقى لي زدت فرغته في هاد الليمون الصغار. هاد الليمون الصغار يديروهم كتوزيعات مع القهوه في بلاصه واسمو البريوش، يعني ولاو يديروا هادو لي ميني كيك في بلاصه ما انه يديروا البريوش مع القهوه. فوالا راح نجيب هنا كوردون، راح نديرلو هكذا، راح نجوزو من الاسفل الى الاعلى باش يعني ما تجينيش جهه طالعه بزاف وجهه هابطه، راح يجيني سوا. نديرلهم كامل هكذا، وراح ندخلهم للفور على درجه حراره 180 حوالي 45 دقيقه. هملك بعد ما خرجتهم من الفرن شوفوا كيفاش تنفخ، وشوفوا كيفاش ما يتلاصقش، يعني شوفوا كيفاش نقدر نديمو لي الكيك نتاعي فاسيلمون بلا ما نجوز عليه الموس من الاطراف بلا والو. اي فوالا دوكا راح نبدا التزيين. عندي لهنا شويه تاع البيستاش، وعندي شويه تاع الكاوكاو مرحي، عندي شويه تاع مربى المشماش، وعندي شويه تاع لي سوريز معلب راح نزين بهم. اذا ما عندكمش لي سوريز المعلب ولا عندكم هاد لي سوريز العاديين ديروا واش تحبوا، التزيين يبقى اختياري. دونك هما سخونين ما خليتهمش يبردوا بزاف، راح ندهنهم هكذا بالمعجون باه يتشربوه، يعني باه يتشربوا هذاك المعجون. من بعد زينت الحبه الاولى تاعي هكذا بشويه تاع البيستاش المرحي، وزدت لها نصف حبه تاع الكرز المعلب. نفس الطريقه درتها لهذه الكيكه المتوسطه. نتوما بالنسبه للتزيين تزيين يبقى اختياري، ديروا واش تحبوا. درت لها هكذا شويه تزيين بالبيستاش في الوسط، وشويه كاوكاو مرحي على الاطراف كما راكم تشوفوا. زدت لها شويه تاع الكرز المعلب من الفوق هكذا بهذه الطريقه. كما تقدروا تنحوهم هاد ليمول، يعني في الاعراس رايحين نحوهم بهاد ليمول، وراح نديرهم في طبق تقديم كما راح ندير مع هذا. فوالا راح نقلبوه هكذا فاسيلمون. شوفوا كيفاش راح يتنحى، شوفوا ما راحش يتعبكم، ما راح والو. شوفوا ما لصقش كامل. راح نقلبوه. هذا راح ندير له تزيين بالغاناش تاع الشوكولا، نتوما تقدروا ديروا له غير شوكولا وحدها. شوفوا القوام نتاعو كيفاش يجي، شوفوا كيفاش يجي محمر.
اذا هنا عندي 100 غرام تاع الشوكولا، راح نزيد لها شويه تاع الكريمه السائله وراح ندوبها. تقدروا تذوبوها في حمام مائي، انا ذوبتها في الميكرووند وراح نوزعها كامل من الفوق. تقدروا ديروا فقط خطوط تاع الشوكولا كما سبق وقلت لكم. تزيين يبقى اختياري، كل واحد والذوق نتاعو، كل واحد كيفاش يحب يزين. فوالا بعد ما جمد لي شويه هذاك الكاناش، غيرت له طبق تقديم وزينته هكذا شويه بهاد الورود. وكان عندي ايضا هنا شويه تاع هاد الفيرميسيل او شوكولا. هاد الفيرميسيل شوكولا يتباع عند لي بيع لوازم الحلويات، يعني ما كانش فيكم اللي ما يعرفوش، يتباع بالميزان كيما تقدروا تلقاوه ديريكتومون في شكاير ولا في البوايط. راح نزين به هكذا من الفوق. اما بالنسبه لهادوك لي ميني كيك كنت رايحه نديرهم لكم في الساشيات هكذا، وكيفاش تبلعوهم كامل، كيفاش تقدروا تقدموهم يعني في الاعراس نتاعكم. بصح مع الاسف لي ساشي هادوك اللي كانوا عندي كانوا صغار ما دخلوش فيهم. المره المقبله ان شاء الله راح نجيب دي ساشي كبار شويه وراح نوري لكم كيفاش تقدروا تقدموهم بطريقه عصريه جميله جدا جدا جدا. وهذا هو الشكل النهائي تاع الكيك نتاعي بعد ما قسمته. شوفوا كيفاش جا، بزاف 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 بنين وطري. ننصحكم انكم تجربوه لاول مره يشوف القناه نتاعي. ما عليه الا يضغط على جدار الاشتراك وتفعيل الجرس ليصله كل جديد، ومشاركة الوصفة مع الأصدقاء نتاعو. وإلى الملتقى إن شاء الله في وصفات جديدة.